السلام عليكم. معلش، اللايف فصل مع هناء. معرفش، في حاجه كده في الصفحه من امبارح عندي وعندها برضو، ايه بتقول عندها كمان. انا صفحتي اتقفلت كذا مره والحمد لله بنفتحها. المهم يا جماعه، عشان بس نبقى واضحين وكلامنا ما نعيدوش كتير. انا مش خصومه شخصيه مع حد، لا مع الاستاذ ناصر ولا مع الدكتور عبد الرحمن ولا اي حد. انا كل الحكايه اني مقتنعه اقتناع تام ان ابني ليه حق. انا حد عادي جدا وحد بسيط جدا، والزملاء اللي اتعاملت معايا تعرفني كويس قوي. انا مقتنعه تماما 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 ان ابني ليه حق، فانا مش هسيب حقه. تمام. يعني فكروا بقى زي ما استاذ ناصر كده راح ادعى زور، عشان كده انا بيبقى نفسي بان هو يطلع يرد عليا. مش حاجه والله، بس عشان ما بقاش رميت بلايا عليه زي ما بيقول، او بدعي عليه ادعاء جاذب. اطلع قول الكلام ده حصل ولا ما حصلش. اطلع قول مين اللي ودى ابني المستشفى، مين. مراتك حتى تنزل بوست محترم كده، بدل ما كانت بتيجي تبكي وتقول لي انا ما اقبلش ومش هسامحك لو فرطتي في حق ابنك، ولو عملتي وسويتي انا اللي مش هسامحك. انا اصلا لو قلت لها جوزك ليه يد، سالتني على فكره السؤال ده، انت ليه بتعملي كده مع ناصر؟ لان يوم الوفاه كانت اختي بتدعي على ناصر، وليه حتى ناصر في دماغك وبتاع مش عارف ايه، وناصر ملوش دعوه. قلت لها انا مش هعرف ادعي على ولادك عشان ولادك مننا يوجعوني، اما ناصر فمش وقته في الكلام. فسالتني ليه، كواحده زعلانه عشان جوزها وده حقها. يعني انا مش هقدر الوم عليه. انا لو جوزي على غلط هدافع عنه قدام الناس، وهاجي بيني وبينه هقول له انت غلطان، عشان اكون برضو حقانيه ومنصفه يعني. فقالت لي انا لو ثبت ان جوزي عمل كده ويعرف انا ما اقبلش ومش هسكت ومش هعيش معاه. قلت لها حد الله بيني وبين بيتك وبريئه من ذنبه، ده موضوعك. انت تقبلي تعيشي معاه بالمنظر ده بتاعتك، ما تقبليش برضو بتاعتك. بيوت الناس انا ماليش علاقه بيها ايا ما كانت الموضوع، ولكن مش معنى ان انا عشان ابقى على بيت بنت عمي افرط في حق ابني. مش معنى ان انا علشان ما اجيبش سيرته بوحش اطاطي. مش معنى ان انا علشان خاطر سواد عيونك اقبل ان ابني حقه يروح. ابني انتي وربنا ينتقم منك، واول مره اقولها لك وديتيه المستشفى بايدك. ما كانش قصدك تموتيه، انا متاكده من ده، ما كنتش تعرفي اللي فيها، بس جوزك كان عارف. ولو ان بعد كده طلعتي عارفه كل حاجه. انا اتقال في حقي اسوأ الكلام اللي ممكن يتقال على واحده، وما عنديش مشكله. محاضر اعمله، كلام قوله. العيله تختلف ما تختلفش، ده موضوع كل واحد براحته. انا مش هسيب حق ابني ومش هفرط فيه. ومش معنى ان انا مش عايزه اسيب حق ابني معناه ان انا مش راضيه بقضاء الله. لا، انا عارفه قوي ان هو عمره خلص، وان ماليش نصيب فيه، وان جاي بعد 8 سنين علشان يكشف كل واحد على حقيقته. ادم جاي بعد 8 سنين يا جماعه، 8 سنين. انا ما كنتش في دماغي ان انا هيبقى عندي اصلا طفل تاني، وتعبت فيه جدا وربنا رضاني بيه، بس مش عشان يموت بالشكل ده، مش عشان فلوس. للاسف يا استاذ ناصر، انا قلتها لك في المحكمه في وشك على الملأ قدام الناس، وبقولها لك تاني قدام الدنيا كلها. كل جنيه دخل بيتك من دم ابني انا مش مسامحاك فيه، لا دنيا ولا اخره، ولا جوزي مسامحك فيه. انت النقابه كانت متفقه على ما يجيش كله ماكسيموم 1000 جنيه، وانت كنت بتدفعني 3000 جنيه. واحنا لما سألناك حرفيا قلت دي الاسعار اللي متفق عليها النقابه، واحنا عشان مغفلين وناس محترمه وثقنا فيك وافتكرناك حد محترم، فقلنا كلام وثقه. لما الاشاعات بتاعت ابني ضاعت انت دفعت اخويا 900 جنيه، مع ان كده كده احنا محاسبين عليهم عشان تجيب لنا الاشاعات اللي هي ما جاتش لحد النهارده. تمام.
حضرتك يا استاذ ناصر عارف ان المستشفى فيها ادوية منتهية الصلاحية. حضرتك يا استاذ ناصر عارف ان عقد النفايات اللي انت قدمته في القضية 11539 مزور، اللي هو بتاريخ 25/1/2023. انت حظك الوحيد وكرمك من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا مش خصومك في القضية دي، ان القضية خصمك فيها هيئة الدواء هم ما حضروش، فده مش موضوعي. لكن ده مش معناه انك مش مزور. حافظة المستندات معايا، وتوقيع سعادتك موجود، والعقد موجود، وانت عارف الكلام ده كويس. المحضر 129 اللي معمول برخصة الصيدلية رقم 29، حضرتك عارف ان رخصة الصيدلية دي مش حقيقية ومزورة، مش ده رقم رخصة الصيدلية بتاع المستشفى، وحضرتك عارف ومتأكد من الكلام ده. ولو عندك رقم 29 لصيدلية المستشفى، اطلع يا باشا عرضه عليا قدام الدنيا كلها. زي ما حضرتك كده اخدت عبد الرحمن حرب ولفيت بيه على المحامين بتوع امبابة، وزي ما خليت الاستاذ تامر السعيد يروح يتكلم مع الاستاذه هناء عشان خاطر يعملوا بث مباشر او يردوا. يا باشا رد، ما انت عندك صفحتك، رد زي ما انت عايز، اعمل اللي انت عايزه، ما حدش منعك. انت مش مستني موافقتي ولا مستني موافقه الاستاذه هناء. وعايز ترد في لايف قصادي، انا جاهزه، انا جاهزه، بس يا رب تكون انت جاهز. استاذ تامر، حضرتك راجل بتشوف شغلك في المحكمة، ما عنديش مشكلة معاك لانك ما احتكتش بيا. انا مشكلتي مش معاك، ومشكلتي مع ناصر مش عشان خاطر خصومة شخصية، لا، عشان خاطر هو محامي المستشفى اللي فيه خصومة شخصية. بمعنى محامي المستشفى ملوش ان يكتب تقرير لابني، كتب لابني تقرير ليه؟ المستشفى مدياني تقرير ان ابني ما عندوش عيب خلقي. استاذ ناصر يكتب تقرير ليه ان ابني عنده عيب خلقي؟ ليه؟ انا مش هفرط في حق ابني، مش هعرف افرط في حق ابني والله، للاسف يعني. ولو كان النتيجة ان حق ابني يجي اني هموت، هروح. ولو كانت النتيجة اني هتحبس، على الاقل يبقى لي عين يوم القيامة لما اقابله اقول له امك ما فرطتش في حقك. احنا معرفناش نحميه وهو في ايدينا، مش هنسيب حقه. معرفناش نجيب له حقه، يبقى الدنيا ملهاش لازمة يعني. اما قصة المستشفى دي فالله المستعان عليها، وفي مفاجآت لسه كتير، لسه الحرب ما خلصتش، او لسه الماتش ما خلصش يعني. شوط ليك شوط ليا. خدت براءة في قضية فض حرص 6 شهور، خدت حكم ايدينا في ادوية منتهية الصلاحية. بالمناسبة الحكم ده في حتة جميلة قوي، ان يتم نشره في جريدتين رسميتين، فكلامي عنه مش تشهير. انا مش عارفه اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لو كان تمن حق ان انا اخد حق ادم، مهما كان هكمله. انا مش هسيب حق ابني، ومش هرجع عنه يا جماعه، مش هقدر. يعني النهارده في استاذه من اوسيم بتقولي وبعدين، قلت لها مكمله ان شاء الله. فنصيحه لله، نصيحه لله، نصيحه لله، اي حد يعني بلاش نبقى سلبيين، بلاش نسيب حق ولادنا، بلاش يموتوا بالشكل ده، هما كده كده هيموتوا، بلاش، حرام. ولادنا نعمة من ربنا، نحافظ عليها ونصونها، وبلاش نآمن لحد. لان انا عن نفسي غلطتي ان انا امنت، وغلطتي ان انا وثقت. والله ما عارفه اقول ايه، ورحمه ادم انا مش عارفه اقول ايه. بمناسبه يعني الزملاء، انت حاطه على ناصر، انا مش حاطه على ناصر.
انا مش حاطه عليه. ناصر مشكلته معايا ان هو اللي دخل الولد، مشكلته معايا ان هو حضر الموضوع، مشكلته معايا انه كذب كتير قوي 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 قوي، والله فوق ما تتخيلوا. ناصر الاشعه ضاعت وقال موجوده، وراح محمد اخويا دفع 900 جنيه وما خدهمش. ناصر حسبي الله ونعم الوكيل. لما كنا على الكافيه والممرض قاعد معانا، اعتقد ان دي ما كانش فيها عيب يعني. اقعد معانا وخد واجبك. راح قال لهم في المستشفى ده عملت ودي سوت وحط، وقعد معاهم. كنا بنوزع رز بلبن صدقة من فوق السبع سماوات. آه يعني هدى عايزة تخش معانا. هدى أنا العظيم يعني كنا يعني بنوزع حاجات زينا زي أي حد يعني، صدقة وعشمانين في الله عز وجل إن ربنا يكرمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنا بنفرق وودينا للمستشفى يعني، ودينا داعي ابدا ان ناصر يروح يقول دي جابت لهم، دي عملت لهم، دي سوت لهم. مش جريمه يعني. ده المفروض ان مش انا عمرو على فكره، الممرض اللي اسمه عمرو الشهاده هتحاسب عليها قدام ربنا. طول ما ادم في المستشفى ما كانش موجود، الشهاده هتحاسب عليها قدام ربنا، ولا مني ولا من باباه. لكن حتى لو اديته ده مش عيب. اقول لك خلي ابني واللي انت عايزه. طب المستشفى تاخد مني 3000 جنيه، اقول لهم اللي انتوا عايزينه اكتر من كده مفيش مشكله، نتصرف ونجيب مننا عشان خاطر ابني يبقى كويس يعني، عشان خاطر تهتموا بيه. برضه ناصر اللي فتح لنا الباب في المستشفى وقال لنا في اي وقت، وطبعا مدخلنا الراجل عشان نشوف من 12 ل 2 تحديدا. ما بيشتغلوش الا لما نروح. عارفين اللي هو سايبين الولد مهمل، كل حاجه فيه مش كويسه، نروح في الوقت ده. انا بروح عايزه اشوف ايه بقى اللي شغالين عليه. هو انت لما اجي تلاقي الاستاذ ناصر طلع فهمني ده الولد جاله نزيف، والولد حالته اتبهدلت، والولد عنده مشكله في القلب وممكن يحتاج زراعه قلب. بدأ بابا يتواصل مع عند الدكتور مجدي يعقوب اللي هي في اسوان دي، عايزين نشوف الاجراءات ايه. وانا والله العظيم، والله العظيم رحت اشتريت لابني الكفن. والله ورب العزه رحت بعت اشتريت لابني الكفن. كلمت حد عندي وكله استغرب. قلت له لا، انا عايش تعبانه بيه. لكن هو ما يتألمش. لما قالوا لي كسر زراعه اتفاجئ ان الايكو بتاع القلب بتاريخ يوم 31 واحد الدكتور مينا موريس كاتب ان من التوصيات بتاعته ان في سنتر لاين راكب غلط ويتشال التضخم. وفعلا لما شالوه التضخم راح. كان بياخد اندرال كام يوم بعدها وتوقف. فحط نفسكم مكاني، تعملوا ايه؟ تسامحوا ازاي؟ يعني يوم الوفاه الانبوبه الحنجريه راكبه الساعه 3 الصبح، احنا عملنا الاشعه لقيناها ظاهره فين، والرئه اختفت. قعدت لتاني يوم الساعه 3 العصر 12 ساعه. قالوا لنا الرئه يعني ان هي ركبت غلط. ولما كلمنا الدكتور قال لنا ده الميكروب. انا طبعا ما عرفتش ركبت غلط الا بعد الوفاه. طب سبتوها ليه 12 ساعه؟ ليه ما غيرتوهاش؟ اما اتفاجئ ان العلاج ان هي كانت ممكن تتسحب ويفتحوا له ما اعرفش ثقب منين ليها حل. ليه ما شلتوهاش؟ ليه تطمعوا فينا قوي كده قوي كده؟ ليه؟ بلاش ادم بقى يعني. تعالوا نتفق ان يعني تعملي كده وابنك مش راجع عيشي للي موجود. عمر نفسه على فكره، انا استاذنته قلت له انا هاخد حق اخوه. قال لي انا مش هسامحك لو ما خدتش حقك. لانه كان نفسه يبقى له اخ بعد 8 سنين. ده قاعد بقى فجاه بقى عنده اخ، وفجاه اخوه مات.
فجأة حياتنا اتبدلت. شاريين له لعب ومجهزين له اوضته وشايلين له حاجات، فجأة مش عارفين نعيش حياتنا النهارده وابني رجع وحيد. عارفين بيقول ايه؟ احنا مش عارف يعني. مرة بنتكلم قال لي انا مش عايز اخد تاني، بقول له ليه؟ لا عشان عارف ان انا جات له كليبسيلا من المستشفى، ده مرض معدي وعدوى. قعدوا يقولوا لا ده احنا اللي نقولوا بيه، وعملوا وسووا جايبينه على ايديهم، ادم ما راحش على ايديه حد في العربيه يعني المستشفى، ادم راح في عربيه ابوه المستشفى. واللي يزعلنا ويوجعنا ان مرات ناصر اللي كانت معاه في العربيه يعني. انا طبعا كنت والده ما كنتش تعبانه يعني، وانا قلت لهم بلاش والله يروح المستشفى، رب العزه قلت لهم بلاش يروح المستشفى. هي نطت في الكلام، لا ده ناصر هناك هيخلي باله منه هيعمل. قلت لها انا ما ولدتش هناك، الدكتور انا رحت له كذا مره، فانا ما ولدتش هناك هيعمل حاجه في ابني. لا 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 ما تقوليش كده. فواحده قالت لهم في المركز اللي حل الولاد، قالت لهم المستشفى دي سمعتها وحشه. عارفين مرات ناصر قالت ايه؟ قالت لا دي منافسه على العمل، هي المنافسه كده زيكم بين المحامين، واحنا غلطتنا ان احنا صدقنا. اه هي ملهاش ذنب، واه هي مش قصدها، واه هي الله اعلم. لان انا كنت بقول في الاول ان هي ما تعرفش في يعني المستشفى فين، بس اكتشفت بعد كده ان هي تعرف كل حاجه وتعرف أي حاجة. فكانت تعرف اللي حصل في ابني، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، وينتقم منها وفي صحتها وعافتها. كانت ما تعرفش فهي بريئه من دم ابني وربنا يسامحها. اما ناصر عارف عارف عارف، لان هو حاضر في الادويه، لان هو ماسك المستشفى، لان هو اللي عامل رخصه الصيدليه، لان هو ناصر ده لما كنا بنيجي نكلمه احنا في المستشفى يقول لك لا انا اعمل واسوي، ده انا مش عارفه اخصم لمين. البطايق حتى بتاعت الدكاتره او التمريض لازم يعدوا عليه، ده انا فوق قانونيه. اتفاجئ ان الدكاتره ما معهاش رخصه. على فكره المستشفى ما فيهاش استشاري، مع ان ماضيين في التقرير بتاع ابني في اوراق العلاج على انه استشاري. ايمن سليمان عبد العظيم، ايمن سليمان عبد العظيم ما طلعش استشاري يعني. اللي موجود ما طلعش استشاري، ده غير بقى اللي معهوش رخصه مزاوله، ده غير اللي يعني ان هو اساسا لسه طالب، مع انه يعني الواحد مش عايز يجيب سيره حد يعني. انا داخله فيه مكانه بتعملوا ايه يعني؟ انا مش عارفه. بيقولوا لي كفايه 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 كفايه. المستشفى دي كل لما بنمشي نلاقي وراه حوار، نلاقي وراه حوار، نلاقي وراه حوار. أراها إن قرار الغلق لحد دلوقتي ما اتنفذش من 20/2، مع إن القرار بيقول فيه مخالفات في الترخيص، مخالفات في مكافحة العدوى، مخالفات جسدية. مع إن طلع تقرير من مستشفى امبابة العام نتيجة المساحات بيقولوا إن فيها الجمرة الخبيثة وفيها كليبسين. تقدروا تقولوا لي المستشفى دي ما اتقفلتش ليه؟ مين اللي وراها؟ مين اللي بيحددنا؟ مين اللي بيبعت رسائل؟ على فكرة أنا عاملة عشان بس نعمل المحاضر، لا انا بعمل محاضر وما بسكتش على حق ابني ومش هسكت لا لحد جوه العيله ولا حد بره العيله. انا لو ابني لو ابويا هو يسامحني في الكلمه دي، هو عارف يعني، هو قال لي ما تفرطيش في حق ابنك في يوم من الأيام. بس لو ابويا جه في يوم قال لي تسيبي حق ابنك، اقول له انا اسف مش هقدر، لان محدش هيحس وجعتنا الا احنا. ربنا يخلي لكم عيالكم، ما يحكمش على حد باللي احنا فيه. اما قصه ان نصر تهجم علينا في البيت، هي حصلت وما حصلتش. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ناصر جاب حد معاه وجاب مراته، ما اعرفش حد معاه تاني تقريبا برضه، واحنا جايين بسكاكين وهنعمل وهنسوي وبتاع. شيل باونتي يعني. وان هم يعني جايين بقى بسكاكين وهيتهجموا علينا في البيت يعني. قسما برب العزه ما كنا ناخد في ساعه، وكنا احنا وقفنا عليه يعني. احنا كان شرف لينا ان هو يجي واحنا نقف عليه. هو ما دخلش البيت يعني، ما دخلش الشقه عندي، هو جه لحد البوابه تحت وما يجرؤش يعدي اكتر من كده.
والدليل على كده ان اخو مراته بقى بيتصل بجوزي يقول لي انزلي انزلي وانزل لك يا حبيبي. عملت ايه؟ تقدر تعمل ايه اصلا؟ يعني الواحد مش عايز يفقد اعصابه اكتر من كده. تقدر تعمل ايه؟ نزل لك. عملت ايه؟ الفيديو متصور وموجود، وكل وقت له اداه، ومصير كل واحد غلط هيتحاسب سواء احنا او هما. طبعا لما هما جم البيت ناسين ان البرج فيه كاميرات، يعني المكان اللي انا قاعده فيه كاميرات من الدور الاولاني لحد فوق غير البوابه. فهو كان فاكر انه داخل عربخانه يعني. بس احتراما لمحمود ابن عمي، احتراما لعمي، احنا سيبناهم مشوا. كنا قادرين الشرطه تيجي تاخدنا بقى كلنا مع بعض كده. بس انا مش هدخل ابن عمي مش هدخل عمي يس. برضه مش هنسيب. فهموها بقى بالطريقه اللي انتوا عايزينها. ده موضوع حته ان انا بنزل بوستات. بنزل وهنزل ومحدش هيقدر يمنعني. احضر ويقول لي انت بتقولي كده ليه؟ اقول له عشان الناس دي زورت واحد اتنين تلاته، عشان هما بيقولوا لي انت ما بتشتغلي. انا نفسي تعملي محضر، نفسي. يعني كنت فاكره ان انا احسن من كده. مش عيب ان احنا نغلط. انا بنت عمي كانت بتعيط مرات. حسبي الله ونعم الوكيل. مرهفه كده على ابني ازاي وما اعرفش ايه، وانا اللي مش هضحك لو فرطتي في حق ادم. ادم ده ابننا كلنا. لا، ادم مش ابنك. ادم مش ابنك. لو ابنك كنت راعيتي ربنا فيه. ادم لو ابنك ما كنتيش عملتي كده. انت جيتي لي قلتي لي لو جوزي طلع عارف انا مش هعمل. والله اعلم برضو من الناحيه الشرعيه مش هدخل نفسي في قضيه، ومش موضوعي تاكلي عيالك حرام تاكليهم حلال، انت اللي هتتحاسبي عنهم مش انا. انا لحد النهارده مش قادره ادعي على عيالك، مش قادره ادعي على عيالك عشان ما همش ذنب قبل ايه. فمش انا اللي هدعي على عيال ملهاش ذنب. انا ما بواجيش على عيال حد. انا هاجي عليكم انتوا وبالادب وبالاصول. جوزك خد عبد الرحمن حرب وفضل يلف بيه على زمايلي في امبابه عشان يبعدوا عنه. راحوا يا جماعه الاستاذ محمد خفاجه، وراحوا استاذ طارق عقرب او طارق عبد العال، وكان معانا السنة. لقيتهم اتصلوا بيا الناس محترمه. استاذه فاطمه ايه موضوع ابني؟ قلت لهم واحد اتنين تلاته. قالوا طب احنا عايزين الساعه 4 الفجر كنت عندهم هم يشهدوا بالكلام وبالملف. يعني انا ما بمشيش من غيره اصلا، عامله كذا نسخه ما بمشيش من غيره. رحت لهم ايه اللي حصل؟ قلت لهم واحد اتنين تلاته. قالوا لي ده بالناس دي جت واحنا ايه هنعمل قعده، ورجاله امبابه الكبار هتقعد ورجاله الوراق الكبار هتقعد، وهنجيب دكاتره من بره تفصل بينا، وكل واحد له حق ياخده. قلت لهم تمام ازاي؟ قالوا لي انتوا هتكتبوا الشيك وهم هيكتبوا الشيك. قلت لهم لا انا اكتب شيك جوزي يكتب شيك على العربيه، احنا ما عندناش مشكله. هم ما يكتبوش. الناس دي لو طلع ليها حق يحطوا الرقم اللي هم عايزينه لانه حقه. انا هبقى جيت عليهم كتير فحق. قالوا لي لو انت ليكي حق. قلت لهم انا عايزه الرجاله اللي قاعده دي تبقى في ظهري بعد ربنا. انا ما عنديش اخوات كبار، انا اكبر واحده في اخواتي وماليش غير محمد، وده ما بتشتغلش دلوقتي. فنقابه المحامين كلها زمايلي واخواتي. فالناس اللي قاعده انا عايزاهم في ظهري بعد ربنا يعني. قالوا لي ماشي. كلموهم وقالوا لهم الاستاذه موافقه. هم اللي ما جوش. تقدروا تسالوهم. انا بكذب؟ انا بدعي؟ اتصلوا بالناس دي
يسالوه. الحاجه الثانيه، الاستاذ ناصر بيقول انا سبت الملف بتاع ابنها، مع ان الكلام ده مش مظبوط. كتب لابني ان عنده عيب خلق، المستشفى مدياني تقرير بخط اسلام المهدي ان ما عندوش عيب خلقي. فدلوقتي ادم عنده عيب خلقي، مش عيب خلقي، انت مالك؟ انت شؤون قانونيه مالكش انك تكتب تقارير. مالكش انكم تطلعوا له شهاده وفاه ان هو متوفي في الوراق المركزي وهو ما دخلهاش اصلا. ابني اتوفى في مستشفى الاسره، الشهاده الصفراء بتاعته ان هو متوفي في شهاده في مستشفى الوراق المركزي. ده باختصار جزء من كل عمله الاستاذ ناصر. بالمناسبه حته كده، ولو انها عيب انها تتقال لان جوزي راجل مش قليل، جوزي معروف اصله مين واهله مين. المستشفى بتقول ان هي ما رضيتش تولدني، اوكي؟ مش كانوا بيتحايلوا عليا اولد هناك ومنهم مرات ناصر وانا اللي ما رضيتش عشان مش عارفه الجواز. انا مش ملزمه ان انا اطلعها لحد، تمام؟ لكن كلنا محامين نخش نستعلم عادي، او اللي عايزه ابقى ابعتها لها الواتساب. ناصر ومراته الناس المحترمه المحترمه اللي ما تقبلش على بنت عمها المفروض كلمه ولا هو، لان برضه دي سمعه. انا حضرتك كاتب الكتاب ربنا، والله العظيم انا حضرتك كاتب. ابني متسجل وحياه ربنا، معمول له شهاده ميلاد ومعمول له شهاده وفاه. تخيلوا، بتعمل له اعلام وراثه. احنا قانونيين شويه. المستشفى قالت ان ابني جات له العدوى، النتائج الحمد لله جت لصالحنا. ان المستشفى فيها الجبرة الخبيثة وفيها كليبسين. المستشفى متعاقدة مع النقابة. مين اللي ودى المستشفى للنقابة؟ النقابة تعرف المستشفى دي مين اصلا، واشمعنى بعد ما ناصر اشتغل هناك؟ ليه؟ ناصر ليه دفعني فلوس اكتر؟ ليه؟ ليه يقول لهم زي ما عبد الرحمن كده قال انت تقدري تدفعي؟ عرفت منين ان انا اقدر ادفع؟ كنت تعرف من بيت اهلي ولو اقدر ادفع، انا بدفع من جيبك. انت مالك؟ ادفع اللي ادفعه مع حد يقول لنا حد ادينا جنيه وانا مش واخده بالي. اللي ليه عندنا جنيه يا جماعه يطلع يقول انا ليه عندي جنيه، ليه عنده جوز يطلع يقول انا ليه عندي جنيه. مشكله، نتحاسب نتحاسب كتير قوي يعني. نوصل للمستشفى وده مش مهم. ناصر دخل ابني المستشفى فيها مصايب. ناصر هيسيبك؟ لا. جوزي هيسيبك؟ لا، مش هيحصل. ناصر راح اولنا. ناصر يقال والله اعلم انه ناصب على خالد عيسى ب 97,000 جنيه. منصه دي مش كلمتي، دي كلمتهم. قالوا لي عايزينك تبقي معانا، هم يشهدوا بالكلام ده. منهم استاذ مدحت محمدي واستاذ داهيه العربي واستاذ اسمها ايه برضو، استاذه زميله قلت لهم حاجه واحده بس، قلت لهم انتوا قضيتكم فلوس، انتوا خدتوا فلوسكم فلوس عنده، هو بقى ضحك عليكم، نصب عليكم، كلها في الاول وفي الاخر فلوس. انا موضوعي مش فلوس. انا النهارده لا، ما ادتنيش فلوس هسيبها برضه؟ لا، لان انا مش حساباتي ماديه، انا حساباتي راجل، وراجل راح. ابني ده مش قليل، ابني ليه اهل يعرفوا يكتبوا له، يعني جزئيتهم مختلفه عني. ناصر راح قال لمراته دي مسلطه عليا ناس. انا حبيبي مش
مش محتاجه اسلط عليك حد، لان انا بمسكك اتعامل معاك لوحدي بطولي. بطولي بطولي. عشان انت محترم مش بترد عليا، لا. انت ما تقدرش اصلا تقولها لك قدام الناس. انت ما تقدرش ترد عليا ان انا ما برميش بلاقي عليك، وهي عارفه ان انا ما برميش بلاقي عليك. انتوا بقى عايشين فيلم ومصدقينه، ده موضوع. اطلع يا باشا، خد اجراءك القانوني واعمل فيها شكوى واعمل فيها محضره. انت قول اللي انت عايزه وانا اقول اللي انا عايزاه، وكل واحد ياخد حقه عشان الزمايل معاك. وما تلزمنيش زي ما انا بالظبط ما الزمكش، وما تشغلنيش. ومش في دماغي، انا مش في دماغي غير حق ابني. بطريقي اني اخد حق ابني ده، ابويا واقف، ممكن انسى ان هو استاذنه بعد اذنك يا عم الحاج، ده حقي. مصمم. كتر الف خيرك كنت عرفت تربي. انت لو حد عمل فينا حاجه تسيبه، هيقول لي لا، اقول له خلاص ما تطلبوش مني اللي مش هقدر عليه. ما تشيلوناش فوق طاقتنا. احنا ما بنحتكش بيكم، انتوا ما تحتكوش بينا. انت جيت تتهجم علينا في بيوتنا. اه، ما دخلتش البيت لكن جيت لحد تحت واتحسب. البرج الناس اتفرجت علينا فيه، الشارع الناس اتفرجت علينا فيه، الفيديو وموجود وممكن اعرضه لك على الملأ في اي وقت. انا بقى عايزه اسالك سؤال واحد بس قدام الدنيا دي كلها: انت عملت كده ليه؟ ولما قلتوا عايزين تقعدوا، قلتوا لجوزي مين اهلك ومين ناسك، وجاب اهله وجاب ناسه وعايزين نقعد. فين انت اهلك وفين ناسك وليه ما رضيتوش تقعدوا؟ احنا على استعداد مش نقعد مع اي حد. لو بيبي صغير، لو طفل صغير قال لنا تعالوا اثبتوا ان ليكوا حق، وهنقعد. لو اكبر واحد في الدنيا قال لنا تعالوا اقعدوا، احنا بنقدر الناس كلها وعلى استعداد نقعد مع الناس كلها. واي حد، اي حد يعني عايز يفهم حاجه يكلمني زي زمايلي تحت امركم. اي حد واخد اتجاه تاني برضو دي بتاعته، ما اقدرش احكم على الناس، ما اقدرش احكم يعني انت شايف ايه عشان خاطر تقرر الكلام ده. اي حد عايز يسيب حق ليه بتاعته، لكن مش الزام عليا ان انا اسيب. مش عشان انت سبت حقك يبقى انا لازم اسيب حقي. انا ليا ايه؟ دي مساله قدرات يا جماعه، والله مساله قدرات. في ناس يعني، في حد كلمني النهارده، يا واحده قالت لي انا مرات اخويا حصل ابتدى سلفتي حصل في نفس الموضوع، فهي قالت خلاص تعوضي على الله. وعلى الرغم ان حصل واحد اتنين تلاته وخطأ طبي، بس اكتفت باللي موجود وقالت خلاص اعيش عشان عيالي وانسى اللي فيه. قدرتها وليها وجهة نظر تحترم، ان هي اللي راح مش رجع، فنمسك في اللي موجود. ما اقدرش الوم. وانا مش بفرط في عمر، بس انا مش هفرط في حد. وعمر بنفسه قال لي ما تفرطيش فيه. قلت له مهما كان، قال لي مهما كان، حتى لو هتبقى لوحدك قال لي حتى. فانا مش هفرط في حد. انا مش الكشف ابني اللي ميت. ابني انا خدته ميت، ما دخلش حضني الا ميت، ما دخلش بيته الا ميت. بعد 8 سنين. كل ذنبنا ان احنا ربنا كرمنا بواحد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قال للمستشفى ان احنا معنا. بعد ما كان خارج بعد كام ساعه قعد يوم. شرق منه. مشكله ادم اللي شرق منه. شرق منهم راح تنفس صناعي، قعد شويه، ركب رايل غلط، قعد اكتر، لقط عدو، قعد اكتر واكتر. انا ابني مشتاق. كل مشكلتنا احنا داخلين على كام سنه. داخلين على كام ساعه. خدناه، داخل بيته. ولو واحد ربنا يبارك له مكان ما يكون طارق بدران،
مكناش هنعرف مكان ما يكون طارئ. يا رب يا ابن حواء وادم يكرمك مكاننا. هو اللي بصرنا، راح معلم الاشعه بسنينه قال لي دي اللي هتثبت لك. انا عايزه اقول لك يا طارق شكرا. انا ما اعرفكش يا رب اشوفك تاني على اشوفك ان شاء الله ان شاء الله احسن واحسن. ربنا يكرمك. كل واحد يا ابني يتقن عمله ربنا يكرمه. ولو الناس دي ليها حق ربنا يجيب لهم حقهم مننا. ولو احنا لنا حق ربنا يعيننا عليهم. لان حقيقي حب الخير. حقيقي غزه واسرائيل حقيقي والله العظيم مش تشبيه فيه مغالاه ولا حاجه. عارف اللي هو مدني. مفيش معمل تحاليل، مفيش أشعة، رخصة صيدلية مزورة. معرفش الكيان ده طلع ازاي في عدوى، طلع له بموجب أحكام قضائية، طلعوا في الأوراق بموجب أحكام قضائية. كل ده ولعب في نحس. كل ده ولعب في فاطمة عيار بس عشان قالت أنا مش هسيب حقي. بس كل مشكلتي إن أنا مش هسيب حقي، وأنا برضو مش هسيب حقي. النهارده ما بقاش حق ابني لوحده. النهارده بقى حق اطفال تانية او ناس تانية. الكشف بتاع المستشفى وصل ل 30 جنيه و50 جنيه. لا، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. المستشفى بقت تعمل قوافل على فكره ببلاش تشتغل. وممكن ناس ما معهاش تخش تاخد عدوى تاني. لان العدوى موجوده في المكان خلاص، هي كده موجوده. ابني مات، ادت لكم العدوى منين في شهر 3 بقى؟ يعني المساحات اللي اتاخدت 31/3. ابني متوفي 13/2. ويوم ما خرج ابني عقموا وكلوه بتاع ومش عارف ايه، وكانوا حطوه في اوضه العزل. يعني المفروض بقى ان كمان يعني بعد القضايا والمشاكل واللي عماله تنزل والحوارات دي كلها تبقى المستشفى ايه؟ طب مفيش غلطه. التحكيم ده عايزه اقول لكم بالله انا عندي التقرير بتاع العلاج الحر 19 ورقه منهم. 19 ورقه ده في كذا وما بيعملوش كذا، في كذا ما بيعملوش كذا، التوصيه اللي يتعمل كذا. مش كلامي من العلاج. انا مش دكتوره يا جماعه، انا والله مش دكتوره. العلاج الحر هو اللي قال الكلام ده. انتوا بقى لما بعد التعقيم وبعد التفتيش وبعد اللجان والمحاضر والقضايا المفروض ان انت تبقى طب دنيا تاني فيها، نتفاجئ ان فيها جبر. النقابه لا، ما دلوقتي علمي ان هم في التعامل معاهم. انا ما اعرفش لسه الدنيا فيها ايه لاني ما رحتش. فانا اسفه لو انا طولت عليكم. لهناء لان هناء كانت طبعا هي صاحبه الموضوع، وهي كانت متابعه معايا اول باول تقريبا يوميا. وصلتي لايه؟ عملتي ايه؟ سويتي ايه؟ اختفيتي فين؟ شكرا لاستاذ احمد عبد المقصود. شكرا لاستاذ ابراهيم سعيد. شكرا لاستاذ رامي ابو شنب. شكرا 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 استاذ طارق عبد القادر. انا الكلمه اللي انت قلتها في حقي، فاطمه العيال بتحارب لوحدها، دي حقيقه. قلت عن ابني راجل ربنا يجعلني أنا اكون سبب ان ابني يجي حقه عشان يرضى يجيني. انا ابني لحد دلوقتي مش زارني ومش. انا نفسي اقول له يا ادم انا ما سكتش. نفسي اقول له يا ادم انا ما عرفتش ارجعك بس ما سكتش على حق. على فكره قالوا لي انت ممكن تتحبسي في المشوار ضمن التهديدات والكلام اللي كان. قلت لهم انا شرف ليا لما ادخل. قالوا لي انت اتحبستي ليه؟ اقول لهم عشان اجيب حق. وقت الناس بترمي فيه عيالها
مع ان اصلا مفيش حاجة ان شاء الله هتحصل وحشة، لان احنا بندافع عن الحق، سبيل الحق. وانا بقول له ادم انا اسف، امك ما عرفتش تحافظ عليك. انا والله قلت لهم ما يودوش، والله والله قلت لهم ما يودوش. انا اسفة يا ادم قدام الدنيا كلها، انا اللي ظلمتك قبل اي حد، ان وثقت فيهم وقلت قرايبي هيعملوا الصح معايا، ما كانوش قد الثقة. حسبي الله ونعم، حسبي الله ونعم الوكيل. انا اسفة ان انا طولت عليكم وعليا، بس انا عشان احنا اتكلموا كتير قوي في موضوع ناصر مش في بالي، ما يلزمنيش، بس ان جه في سكتي مش هسيبه، عشان بس يبقى كلامنا واضح وواحد. هو يقدر يطلع يرد ويقول ان كنت كدابة ولا ان كنت صادقة. اما قصة انه جالي البيت وتهجم علينا عشان دي حصلت، بس ما دخلش شقتي وما يجرؤش يخش. وكان لحد تحت وما كانش جايبه طوله طبعا. احنا جالنا التليفون ناصر جايب السكينه، قلنا له اهلا وسهلا، انا اسفه يعني مش عملت راجل، كمل للاخر تعال. بس ما يعني ما كانش جاي لوحده، جايب قرايبي عشان يتحمى فيهم. يوم ما حب يعمل راجل جاب اهلي انا معي. هم يعني منهم طبعا اللي جاي يسلك وجاي يلحق مصيبه تحصل، منهم اللي جاي يعمل كده. هتتحاسبوا عليه، هتحاسبوا عليه كويس قوي 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 قوي، بس كل وقت وله قديم، او انتوا مش هدفنا دلوقتي، لكن خلاص مش هنحبس اهلنا، لان للاسف شايلين اسم عيله واحده، لكن مسيرنا نتقابل ان شاء الله. وانا بعتذر لكم ان انا سهرتكم وحقكم عليا، ان شاء الله نتقابل على الخير وفي الخير، وربنا يجيب لي حقه. انا عايزاكم بس تدعوا لي ايه ده، ادعوا لي لو ليا حق ربنا يظهر له حق، واشوفكم على خير ان شاء الله. واي حاجه جديده هبلغكم. انا اسفه على السلام عليكم.